لكن الحياة مش بتستنى، وضغوطات اليوم بتبدأ تتراكم، شغل، زحمة، مسؤوليات، وبنوصل لنص اليوم وإحنا حاسين إننا استنزفنا. عشان كده الجزء ده مهم جدا، هنتكلم فيه عن إزاي ممكن نعمل إعادة ضبط أو ريست سريع في قلب زحمة اليوم عشان نستعيد توازننا ومركزنا من تاني. التمرين اللي هنتكلم عنه دلوقتي هو تنفس الامتنان واليقظة الذهنية. وأجمل حاجة في التمرين ده هو إنه بسيط وعملي لأبعد الحدود. ممكن يتعمل في أي مكان في أي وقت ومن غير ما أي حد ياخد باله. ممكن نعمله وإحنا في المكتب أو في المواصلات أو حتى وإحنا واقفين في طابور. هو أداة سريعة وفعالة بالشكل لا يصدق عشان نكسر حلقة الأفكار السلبية اللي ساعات بتسيطر علينا وتسحبنا لتحت. عارفين لما فكرة سلبية واحدة تجيب وراها 10؟ أهو التمرين ده هو اللي بيقطع السلسلة دي. خطواته بسيطة جداً، لكن قوته الحقيقية في النية اللي وراه. وإحنا بناخد الشهيق مش مجرد هوا بيدخل جسمنا، لأ، إحنا بنفكر في جملة أنا أتنفس السلام، وبنتخيل إن السلام ده فعلاً بيدخل مع الهوا ويملى كل حتة فينا. ومع الزفير وإحنا بنطلع الهوا بنفكر في جملة أنا أترك الحزن أو أنا أترك القلق، وبنتخيل إن كل المشاعر التقيلة دي بتخرج من جسمنا مع الزفير من غير أي مقاومة، مجرد ملاحظة. 10 أنفاس بس بالنية والتركيز ده كافيين تماماً إنهم يعملوا إعادة ضبط كامل للحالة المزاجية بتاعتنا في نص اليوم. وده بيوضح الفايدة الفورية للتمرين ده. العقل القلق أو المكتئب عنده عادة سيئة جدا، إنه دايما يا إما عايش في الماضي وعمال يندم ويفكر في اللي حصل، يا إما عايش في المستقبل وعمال يقلق من اللي ممكن يحصل، ونادرا جدا ما بيكون موجود في اللحظة الحالية. التمرين ده بقوته وبساطته بيجبر العقل إنه يرجع للحاضر، للحظة دي. وبمجرد ما نرجع للحاضر ونركز في نفسنا وهو داخل وخارج، حلقة الأفكار المؤذية دي بتتكسر في الحال، كأننا بنعمل لها شورت سيركت.